السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني. معاكم قناة انا وطيوري. زي ما انتم شايفين بقى، قررنا وذبحنا فرخة وحطيتها في درجة حرارة المية مش عالية قوي زي ما انتم شايفين طبعا. تريش في اسرع وقت، ولا تنزلي عند الفرارجي ولا تقفي تستني دور ولا تقفي الفرخة بتاعتك تتعمل، لا. فرخة من فوق السطح زي ما انتم عارفين طبعا. قايله لكم اللي بيربي فوق في بيته او فوق السطح بتاعه ده خير في بيته. في اي وقت تحتاجي او اي ضيف يجي على غفلة عندك سطح بتاعك. وطبعا الترييش سهل جدا، ما فيهوش اي صعوبة. زي ما انتم شايفين كده بريش قدامكم. طالما درجة حرارة المية مش عالية قوي، يعني لازم تكون سخنة بس مش عالية، لان انت لو حطيها في درجة غليان عالية ال- الريش ده هيمسك في الجلد، فلما تيجي تطلع الريش هتطلع الجلد معاه. لكن دي درجة حرارة مظبوطة. بتحطي فيها الفرخة أو بتشوفي كده من عند الرجل زي ما أنا شفت. أول ما بتلاقي الشعر بيطلع معاكي على طول، زي ما انتم شايفين سهلة جدا، ما خدتش معايا وقت خالص. قررت بقى ان انا نذبح فرخة كده بقى من فوق السطح. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بحب اذبح الفراخ اللي مش اللي بتبيض، بس دي انا متابعاها وشايفاها ان هي بقى لها فترة طويلة مش بتبيض، فخلاص قررنا ان احنا طالما هي كده كده مش بتبيض، فخلاص انا قررت ان انا اذبحها. فزي ما انتم شايفين كده التريش في اسرع وقت. حبيت اريش معاكم الفرخه لان في ناس كتير بتقول لا ما بعرفش اريش. آه زي ما قلت لكم بيقولوا ان الجلد بيطلع لما بتيجي تريش بيطلع الجلد مع الريش. لا، حطي درجه حراره معتدله. انا بشد اهو قدامكم، حبيت اريش قدامكم لان بقول لي ناس كتير لا دي سهله وما بيطلعش معايا الريش في الجلد، يعني ما بيطلعوش مع بعض، محدش صدقني. فانا حبيت اعملها عملي قدامكم اهو. بس زي ما انتم شايفين الفرخه بسم الله ما شاء الله زي الفل، ما فيهاش اي حاجه اهو. ده تريش في اسرع وقت. طبعا لو تحت الحنفيه كمان انا كده شطفتها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده طبعا تربيه ايزي. قد ايه الواحد بيبقى فرحان ان هو بياكل اهل بيته من حاجه مضمونه، حاجه انت عاملاها على ايدك، عارفه اكلها وشربها. زي ما شايفين كده طبعا انا فصلت الرجول وباجي عند البوز من فوق، شايفين حتى الراس بسم الله ما شاء الله. اهو بقطع البوز وبنضف الجزء الفوقاني، لان طبعا دي حاجه جوه بيتك. اي حاجه فيها هتبقى كويسه وزي الفل. اهو انا بحب انضف بشيل كده وبقطع الحته كمان اللي من تحت دي بشيلها خالص زي ما انتم شايفين كده. بس فانا حبيت اوريكم وانا بريش الفرخه، واوريكم الفرخه قد ايه طلعت بسم الله ما شاء الله زي الفل وبيضه وجميله. طبعا بنشيل الزور من فوق عشان لما اجي اشيل افتحها من تحت. اهي طبعا انتوا عارفين دي كانت فرخه بتبيض، يعني الجزء التحتاني ده بيبقى دسم. اهو طبعا الدسامه دي بتبقى وحشه طبعا للطير لان بتقفل على بيت البيض. اهو خلصتها وفتحتها وشطفتها كمان وقطعتها زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير، وانا بتشرف باي حد يشترك معايا في القناه، واللي يشترك معايا في القناه يفعل الجرس عشان يوصل مني كل جديد.